يرسل الملك محمد السادس رسالة تهنئة لأمير السعودية. تقارير تكشف. تفوق. المغرب على الجزائر في الأسلحة جد متطورة. حلم جبهة البوليساريو على وشك الانتهاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانيه الحارة، مشفوعة بدعوات جلالته لله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة العربية السعودية وعلى شعبها الطيب بمزيد من التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وتفضلوا صاحب السمو الملكي وأخي العزيز بقبول فائق عبارات مودتي وتقديري مقرونة بمتمنياتي الخالصة لكم بموفور الصحة والسعادة وبموصول التوفيق والسداد في مهامكم السامية، تشدون أزر أخي الأعز الأكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. كشفت مجلة فوربس في تقرير على أن المملكة المغربية تمكن خلال الفترة الأخيرة من امتلاك أنظمة أسلحة إسرائيلية وتركية تحمل تشابه مع تلك التي امتلكتها أذربيجان في السنوات التي سبقت حرب عام 2020. وأوردت أنه وفي ناكورني كرباخ الثانية 2020 حينما تمكنت باكو من السيطرة على مساحات كبيرة من المنطقة، استخدمت القوات المسلحة الأذربيجانية مثل هذه الأنظمة، مشيرا إلى أن ذخائر هاروب وباراك وافن إسرائيلي الصنع، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار من طراز بيراكتر TB2 التركية. وأبرزت أن الاشتباكات الأخيرة بين القوات الأذرية والأرمينية أظهرت كيف استطاعت باكو استخدام الأسلحة عالية التقنية التي حصلت عليها من إسرائيل لصالحها. وأضاف تقرير المجلة الأمريكية إلى أن المغرب حصل على كل هذه الأنظمة في السنوات التي تلت تلك الحرب، باستثناء نظام لورا، حيث تلقت الرباط مؤخرا أول شحنة من أنظمة باراك MX الإسرائيلية كجزء من صفقة بقيمة 500 مليون دولار تم التوصل إليها في عام 2022. كما حصل المغرب لأول مرة على طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عام 2014، حيث تسلم 3 منها من طراز هايرون كجزء من صفقة بوساطة فرنسية. ومنذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 التي رعتها الولايات المتحدة، اقتنى المغرب أيضا طائرات هاروب وطائرات بدون طيار إسرائيلية أخرى بأعداد أكبر بكثير وفق التقرير. وأوضح التقرير أن الرباط طلبت ما لا يقل عن 19 طائرة بدون طيار من طراز بيرك دار 2 من تركيا على دفعتين في الفترة نفسها. وحسب التقرير نفسه يقال أيضا إن المغرب مهتم بالحصول على طائرة أكينجي التركية بدون طيار الأكبر حجما والأكثر تطورا، والتي تحتوي على أجهزة استشعار متقدمة ويمكنها حمل كميات أكبر بكثير من الذخائر من سابقتها بيرك دار 2 TB2. يواصل المجتمع الدولي توجيه الصفعات لجبهة البوليساريو الوهمية وصنيعتها الجزائر، فلم تعد الدول حتى تلك التي كانت تساندها في طرحها الانفصالي تذكر اسمها في المحافل الدولية، ما زاد من عزلتها وقربها أكثر من نهايتها الوشيكة. تعرض عصابة الانفصاليين لانتكاسة جديدة على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعدما تجاهلت الدول الأعضاء في كلماتها ذكرى الجبهة الانفصالية وقضية الصحراء المغربية. وركزت الكلمات التي تناوب ممثلو الدول الأعضاء على إلقائها من منبر الأمم المتحدة على القضية الفلسطينية والدعوة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما تجاهلت الأحلام التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية للمملكة. ويجسد هذا التجاهل حالة العزلة التي تعيشها البوليساريو وصنيعتها الجزائر، ويؤكد منطقية وجدية الملف المغربي الذي استطاعت إقناع قوى عظمى بحججه التي لا تقبل التشكيك ليسير بخطى ثابتة نحو إنهاء الصراع المفتعل حول صحرائه بشكل نهائي. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.